بسم الله والحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. انا بعمل النهارده صينيه الكواب بالكسر بالكنافه. انا عندي الكنافه هنا حمصتها، طبعا انا كسرتها ورشيت عليها سكر وشويه زبده وحطيتها في الفرن وخليتها تتحمص، وبعد كده كسرتها ناعم بهذا الشكل وخليتها متكسره. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، وربنا يتقبل صيامنا وقيامنا. انا عندي هنا الاكواب اللي انا هحطها فيها طبقات. عندي كوبايه عاديه وعندي اللي هي الكاسات اللي انت عايزاه اعملي فيها، ممكن تعملي في اي حاجه. انا بهذا الشكل انا كسرتها وحمصتها وجهزتها، طبعا رشيت عليها سكر وزبده وحمصتها في الفرن طبعا زي ما قلت لكم، وكسرتها بهذا الشكل ماشي وفرمتها ناعم بهذا الشكل. هنبدا بقى نحط طبقه من الكسر وطبقه عارفين الكسر اساسا طريقته سهله، يعني اساسا كوبايه حليب ومعلقه من الكسر، وعملتهم خلطتهم مع بعض وحطيتهم على البوتاجاز وطبختهم بهذا الشكل. كان تخين اساسا الكسر بيتباع جاهز، البودره بتاعته جاهزه ومع الحليب بتعمليه وبتطبخيه على النار بيبقى جاهزه، وكده خلاص خلصنا الكاستر جاهز. ادي كاستر بهذا الشكل انا بوريه لكم اهو، والكنافه جاهزه. هنبدا نحط طبقه من الكاستر وطبقه من الكنافه وهنزينها بالشوكولاته. انا هحط كاستر الاول، نبدا بالكاستر عندي هحط طبقه من هنا وطبقه في الكاسات وطبقه في الكوبايه. هنعملها طبقات بهذا الشكل. انا هحط طبقه من الكاستر كامل بيها القاع بهذا الشكل بطريقه متساويه، وهنبدا نحط كمان طبقه من الكاستر كمان في الكوبايه، وهنبدا نحط الكنافه، وهنعمل نكرر الطبقات، وبعدين في الاخر خالص هنشوف هنعمل ايه. يعني انت بتحطي طبقه من الكنافه وطبقه من الكاستر وهذا الشكل انا حطيت طبقه. هنبدا طبعا نحط الكنافه تاني طبقه من الكنافه. طبعا الكنافه انا عارفين مجهزينها محمصه عليها سكر ومتكسره جاهزه بهذا الشكل. بنملاها ونحطها فيها طبقه بهذا الشكل شايفين انا طبقه من الكاسات. يعني انا بعمل كاسات كاستر بالكنافه مع بعض بهذا الشكل. طبعا كل سنه وانتم طيبين. عارفين في رمضان وبنحب الكنافه وبنحب نغير كل يوم نعمل حاجه بطريقه شكل. ما تنسوش الاشتراك والاعجاب بالفيديوهات. رمضان كريم عليكم وربنا يتقبل صيامنا وقيامنا. طبعا احنا حطينا طبقه من الكنافه، هنبدا نحط تاني طبقه من الكاستر ونعيد الحكايه تاني. نحط طبقه من لحد ما لحد ما الكوبايه تتملي، وبعد كده هنشوف هنزينها بايه في الاخر بهذا الشكل. انا عندي طبقه، هنحط طبقه من الكاستر تاني على الكنافه بهذا الشكل لحد ما يغطي الكنافه كلها، وبعدين هنبدا نحط تاني بعدها طبقه تاني من الكنافه. يعني انت بتحط طبقه من الكاستر طبقه من الكنافه لحد ما تغطي الكميه اللي انت حطها بهذا الشكل. اساسا الطبق سهل وبسيط ما فيهوش حاجه، كاستر والكنافه مع بعض في نفس الوقت. انا حطيت طبقه من الكاستر وطبقه من الكنافه. هنبدا نحط تاني الكنافه تاني طبقه من الكنافه تاني لحد ما نغطي بيها الكاستر خالص كامله، وبعد كده بهذا الشكل. زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وربنا يتقبل صيامنا وقيامنا. وما تنسوش الاشتراك والاعجاب بالفيديوهات. انا غطيت طبقه كامله، الكوبايه كامله، حطيت طبقه كامله من الكنافه بهذا الشكل، يعني احس انها تغطي كامله غطيتها. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي تاني مع بعض. بحيث تاني هنحط طبقه من الكاستر طبقه من الكنافه لحد ما الكوبايه خلاص تبقى اتملت او الكاسه تتملي، وبعد كده هنشوف هنزينها ايه في الاخر. وبعد كده بتتقدم وبالهنا والشفا، تحطها في التلاجة تبرد، ولما تبرد بتقدميها بارده. وكل سنه وانتم طيبين. اتملت، تعتبر الكوبايه اتملت. هنبدا بقى هنشوف هنزينها ادي طبقه من الكاستر هتبقى شكلها بهذا الشكل، تبقى شكلها حلو وجميل، ولما تبرد بطعمها احلى كمان. نحطها تبرد في التلاجة قبل ما تتقدم بهذا الشكل. هنبدا طبعا عندي هنا صلصه شوكولاته جاهزه انا عملتها وسيحتها بزينها بيها على الوش بهذا الشكل. وهنبدا بقى نحط الكاسات في التلاجة والكوبايات في التلاجة، ولما تبرد بتتقدم وبالهنا والشفا. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يتقبل صيامنا وقيامنا. وما تنسوش الاشتراك والاعجاب بالفيديوهات. طبعا انا بحط كميه الشوي حسب ما انت عايزه، انا احط شويه صغيرين او شويه او كميه اكتر بتبقى حسب لكن انت بتحطي لحد ما تزيني الوش. وبالهنا والشفا. دي كاسات الكاسات المهلة الكسر بالكنافه. وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا. ورمضان كريم عليكم وعلينا. انا حطيت شويه صغيرين خلاص كده كنافه كده، يعني زينه كده للوش. كل سنه وانتم طيبين. متنسوش الاشتراك والاعجاب بالفيديوهات.